الله الله الله، ايه ده؟ انت ايه اللي قومك من السرير بس؟ انت لسه تعبان ولازم ترتاح. انا متشكر قوي يا حسين على كل اللي انت عملته معايا. الحمد لله انا بقيت كويس خلاص، وهطلع فوق بقى. فوق فوق؟ مفيش فوق خلاص، انت هتفضل قاعد معايا يومين 3 10 لغايه ما تبقى تمام التمام. وبعدين يا اخي انا قاعد لوحدي، ادينا مونسين بعض وبناخد بحس بعض. معلش يا حسين، كفايه كده، انا مش عايز اتقل عليك اكتر من كده. وكفايه ان انا كنت السبب في انك اتخانقت مع ابنك. اتاريك يا رمزي، وانت فاكر ان السبب يعني في الخناقه وكده؟ لا 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 لا، انا وطارق على طول كده يعني. وبعدين معلش بقى، ده بيتي وانا حر فيه. صدقني يا رمزي يا اخويا، انت مالكش علاقه خالص بموضوعي انا وطارق ده. معلش كفايه كده، انا خلاص بقيت كويس. لا مش كفايه. وبعدين بص بقى، اللي هتقول عليه الدكتوره ليلى هو اللي هيمشي. لما تقول انك بقيت كويس وتمام وفل الفل ماشي. ايه ده، انت هتقعد؟ قوم قوم قوم، خش الحمام، خد لك دش بارد كده عشان تنزل حرارتك، على ما انا اجهز لك بيجامه وروب، حاجه يعني معتبره، هتتبسط قوي ما تلبسه ان شاء الله. بعد كده بقى نقعد نتعشى سوا، وبعد العشاء تاخد دواك وتنام. ولو ما جالكش نوم، ويا ريت ما يجيلكش، تقعد معايا نلعب 10 طاوله. بتعرف تلعب طاوله؟ لا. اعلمك. معلش يا حسين، سيبني على راحتي. سيبني على راحتي انا. قاعد مفيش طلوع فوق، خلاص بقى، بطل الجدل اللي انت فيه ده. انا هروح اجيب لك البيجامه والروب. ها عارف. ده انت متعب، ما بتسمعش الكلام خالص. والله انت اللي متعب. سيبني على راحتي بقى يا اخي، اطلع ارتاح فوق. وانا هسأل فيك. بطيله بقى. يا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خسارة. ما قلتليش عملت ايه امبارح في الميتنج؟ هيردوا عليا في خلال اسبوعين. بصي يا اخي، دي كارت اصفر. انت بتهرجي؟ انت ما رحتش اصلا يا حازم. انت بتراقبيني يا ريم؟ ما براقبكش يا حازم، بس انت نسيت ان رشا بنت خالتي هي اللي جايبه لنا الميعاد ده، واتصلت بيا لما انت ما رحتش عشان تسالني حضرتك فين. طب على الاقل كنت روح عشان ما تكسفنيش قدام اهلي وقدامها. والله انا حر، وبعدين انا ما طلبتش منك ولا منهم انكم تساعدوني، انا هتصرف. بقالك سنتين بتقول نفس الكلام وما بتعملش اي حاجه، وانا زهقت ومش قادره اشيل لوحدي. وانا ما طلبتش منك تشيلي حاجه، لما مديلك ايدي واطلب اي حاجه ما تبيش تديني. وانا مش هستنى لما نغرق واقف اتفرج. مصاريف مدارس الاولاد اتكسرت عليهم، وبعتوا لي ميل ان هم مش هيخشوا الترم التاني. ولادي زي ما هم ولادك، وانا فعلا اتاخرت في الدفع، بس اكيد هدفع. منين بقى؟ منين هتدفع وانت صرفت الفلوس اللي معاك بقالهم سنتين؟ انا مظبط نفسي. ركزي انت في شغلك وما تشغليش نفسك. وانت بتكذب عليا ولا على نفسك؟ حسابك في البنك بيقول ان مش معاك ولا مليم، والفيزا عماله تعد عليك فوائد لانك ما بتدفعش. شفتي بقى، بتراقبيني اهو. ما بتنيلش اراقبك. انا لقيت الظرف على باب الشقه الصبح وانا نازله. الظرف بتاعي المفروض تديهولي مش تفتحيه يا هانم. حازم انا بجد تعبت ومش قادره اتناقش. قلت لي نبيع الشقه ونروح نعيش مع ماما ونصرف من فلوسها لحد ما تلاقي شغل يا حازم، ووافقتك. بس انا خلاص بجد تعبت ومش قادره. انا ما غصبتش عليكي حاجه يا ريم، ولو عشتك هنا مع ماما مش عاجباكي روحي عيشي مع اهلك، وانا لما اقدر اصرف عليكي بيرجعي. لا يا حازم، مراتك عندها حق، وهي اللي جوه وانت اللي بره. لا يا طنط، انا اللي همشي. بس يا بنت بلاش كلام فارغ، ده بيتك واحنا كلنا هنا ضيوف عندك، وانت بقى اللي لازم تتصرف. واحده غيرها بعد اللي شافته لو كانت سابتك ما كانش حد فينا هيقدر يلومها. ده بدل ما تشكرها بتزعق وتتأمر على ايه؟ يا ماما انا مش انا ما عنديش استعداد ابتدي من الاول، اشتغل تحت ايد عيل من دور عيالي يقول لي شغلي يبقى ازاي، ولحد ما الاقي شغل يقدر امكانياتي انا مش هشتغل. فيها ايه بقى لما تبتدي من الاول؟ الشغل عمره ما كان عيب، وبعدين انت مش اول ولا اخر واحد يحصل عنده ظروف. في ايه؟ خلاص يا طنط، خلاص علشان صحتك. اوكي يا حازم، انا مش هفتح معاك الموضوع ده تاني.
يا ريت بقى تشوف حل لمصاريف الاولاد، عشان انا مش قادره اعمل حاجه. تعالي يا حبيبتي، تعالي ما تخافيش، واقفه هنا ليه؟ ما فيش حاجه، احنا كويسين. خشي خشي. الدنيا فاني 3 سلامات وشوية 3 سلامات. ازيك يا ريان؟ أنا كويسة يا حبيبي، أنت كويس؟ أنا تمام، أنا كويس. إيه اللي جابك؟ قلقت عليك، صوتك في التليفون كان غريب جدا فقلت أجي طب بقول لك إيه، أنا جايب آخري وهطق وعايز أتكلم مع أي حد. أنا موجودة أهو، اتكلم معايا. في إيه اللي حصل؟ أنا رحت لأبويا واتكلمنا. وبعدين؟ كالعادة اتخانقنا مع بعض والموضوع كبر ما بيننا، ودخلت لميت حاجتي وسبت له البيت ومشيت ومش راجع له البيت ده تاني. ياه، هو إيه اللي حصل لكل ده؟ هو عايز منك إيه يا حبيبي؟ ما اعرفش عايز مني ايه، بجد مش عارف. انا بقالي سنين مستحمل عنده وكبرته وطريقته وتدخله في حياتي اللي ملوش اي معنى، وخلاص انا تعبت، انا جبت اخري ومش قادر والله العظيم استحمل اكتر من كده. اهدى بس كده، اهدى. أنا موجودة أهو، أنا موجودة يا حبيبي، احكي لي. رحت له، كنت عايز اتكلم معاه وكنت عايز اصالحه، عايزين نوصل لحل. فجأة لقيته بيقول لي انت مستسهل كل حاجه وانت مش عايز تتعب. انا مستسهل كل حاجه، انا اللي بشتغل شغلانه الصبح وشغلانه بالليل، مستسهل كل حاجه، وانا اللي بصرف على نفسي من ساعه ما كنت في الجامعه، مستسهل كل حاجه. هم أهالينا كده يا حبيبي، يعني دايما بيشوفونا غلط. لا انت اهلك ما بيعملوش كده معاك يا ريم. هو اللي طول عمره الراجل صعب، هتلاقيه امي ماتت من كتر الكبت اللي كانت عايشه فيه. كل الناس غلط وهو اللي صح، طول عمره شايف الناس كلها اللي حواليه مش فاهمين حاجه وهو الوحيد اللي فاهم كل حاجه. طيب مش يمكن بس يا حبيبي هو عايز يعني يحس انك بتسمع له وبتاخد رايه، واكيد موضوع جوازنا ده يعني محسسه انك بتبعد عنه، عارف بيعمل اي لا انت فاهمه الموضوع غلط، الموضوع مش كده خالص. فهمني. انت عارفه هو مش موافق على جوازنا ليه؟ ليه؟ عشان شايفك مسيطره عليا وماشياني على مزاجك. انا ليه بقى؟ هو كان شاف مني ايه ان شاء الله؟ مش عارف، انا مش فاهم وهو بقى قافل دماغه على رايه ده ومش راضي يسمع اي حد تاني. سكتي ليه؟ هقول ايه يا طارق؟ احنا لو ما قعدناش معاه على الاقل اول كام سنه من جوازنا هيبقى فعلا عندنا مشكله، وانت ما عندكش شقه واهلي مش هيوافقوا باي حل وسط. انا ما اعرفش ممكن اقول لك ايه. هو ده بقى اللي كان موترني، كان ضاغطني اليومين اللي فاتوا دول ومش مخليني عارف انام. بصي، انت واهلك ليكوا كل الحق انكم ترفضوا دلوقتي. انا دلوقتي معيش شقه، بس لو انت وافقتي نكمل وهم شالوا شرط ان هو يحضر فرحنا ويوافق على جوازنا، انا ما عنديش مشكله خالص. اتعب واشتغل ليل نهار واعمل كل اللي اقدر عليه عشان اعرف اجيب حتى لو شقه صغيره بس نعيش فيها. وانا عند كلمتي مع انكل وطنط ومش هغير اي حاجه في كلامي. وانا عمري ما هسيبك يا طارق، وانا جنبك وهتصرف مع اهلي وهتكلم معاهم. انا مش عايزاك تخاف، انا موجوده ومهما كان قرارك انا معاك. ماشي؟